انواع السمك ده ما ينفعش ارمي الراس ولا السلسله نهائي. ليه؟ بيبقى مغذي ومفيد جدا. السمك ده بنروح ناخد منه الفيليه بتاعه، نطلعه كده نقليه او نشويه او نعمله صواني او طواجن، بيتبقى السلسله والراس. معقوله هنرمي الجمال ده كله؟ طبعا معايا البلطي، والسمكيه اللي كانت معايا سمكه ايه؟ سمكه سلمون كبيره. معايا طبعا 3 طماطمات وسط مع 3 4 بصلات، هنقطعهم بالشكل ده كده، ونروح بقى نتفرج على شكل السلسلة مع الراس. بص بص بص، قرب. شايفين؟ هنعملها بطريقة مميزة. سمكة السلمون سمكة غالية، سمكة حلوة، سمكة مفيدة، كل حاجة فيها لازم استعملها. خدنا السلمون عملناه مشوي طبعا على الجريلا بالزبدة والليمون وطريقته اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، واتبقى الراس والسلسلة زي ما حضراتكم شفتم كده. هنعملها ايه؟ نقول الحكاية حلوة ونبدأ بذكر الله والصلاة على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. بنحتاج 3 بصلات وسط و3 طماطمات برضو وسط، ونقطعهم بالشكل ده كده، وحلة على النار ونحط شوية زيت، ونروح نجيب البصل ونحرقه. هنعمل ايه يا عم رضا؟ هنعمل شوربة صيادية بطريقة حلوة وسهلة ومميزة جدا النهاردة. ركزوا معايا عشان طريقتها ما تطلعش مننا مررة، ما تطلعش مننا خفيفة او زايدة شوية، لا، مظبوطة بنسبة 100% بالمقادير اللي هنقدمها مع بعض النهاردة. بعد ما حرقت البصلاية بتاعتي بالشكل ده كده، ما تبقاش سودة ولكن بني ايه؟ ايوه، بني غامق. بعد ما تاخد اللون ده كده، هروح اصفي الزيت بالشكل ده كده في طاجن واستعمله في مكان تاني، وبعد كده احط الايه؟ الطماطم. يبقى انا قطعت البصل، قسمت البصلايه نصين وبعد كده قطعتها شرايح، والطماطمايه نفس الطريقه اهو. بص على اللون. بعد كده هنزل الطماطم واقلبها، اسيبها بص بص بص، قرب التقليبه دي كده. شايف؟ اهو دابت مع البصلايه. معايا ميه سخنه هنزلها على طول على الخلطه ديت اللي هي البصل البني مع الطماطم، واسيبها تغلي لمده ايه؟ 10 دقايق كده او 7 8 دقايق، بحيث انها تديني لون الشوربة اللي انا عايزه. وكمية المية ما تزيدش عن السمك كتير. بص بص، قرب. شايف؟ طبعا عندنا من الاسماك اللي احنا نستعمل السلسلة بتاعتها والراس، رقم 1 السلمون. السلمون طبعا كله مفيد. وعندنا طبعا الايه؟ الناجل الحر، وعندنا الوقار، وعندنا الكوشر او الفرخ توين، والهامور. اسماك حلوة تتعامل شوربة بتبقى ممتازة جدا. هي الاسماك اللي انا قلت عليها دي. طبعا القاروص بقى والبوري والذي منه ده بتقطع جزر وتعمل صيادية على طول، مفيش اي كلام. احنا بنتكلم على السمك الكبير، خسارة نرمي السلسلة او الراس. الحاجات دي طبعا يا جماعة بيبقى فيها لحمة برضه وبتبقى مفيدة. ولو سمكة لوت كبيرة ماشي. هسيبها تغلي لمدة كام؟ 7 8 دقايق 10 دقايق، وما غطيش الحلة. اهو بعد ما تغلي هنعمل ايه؟ ركز معايا كده اهي. لما تديني اللون المظبوط، هروح اجيب حلة ومصفى واصفيها. طبعا سلسلة السلمون المغسولة غسلة كويسة مع كام بلطياية او برياية على حسب المقدرة يعني. هنزود سمك مع الايه؟ مع سلسلة السمكية الكبيرة اللي موجودة عندي، سواء كان وقار او ناجل او هامور بالشكل ده كده. الراس خلي بالكم، بنشيل العين، نشيل طبعا السنان بتاعتها، بنحبشها كده ونحنتفها كويس ونقطعها، ونروح نحطها جنب السلسلة. الله، شايف الدخانة والريحة؟ طيب احنا ممكن ناخد شوية الخلطة دول اللي هم البصل مع الطماطم مع شوية مية، ونحطهم في حلة تانية مع شوية رز ابيض، ونعمل الرز الصيادية بتاعنا. هقول لك مفيش اي مشكلة، بس بنزود بقى في الاول خالص، بنزود يعني 3 4 بصلات مع 3 4 طماطمات مع شوية مية زيادة، بحيث ان احنا ناخد الخلطة ديت مع شوية مية ونعمل شوية رز ايه؟ صيادية. وباقي الشوربة او المية اللي فاضلة هنعمل بيها السمك. تعالوا مع بعض بقى ننزل الايه؟ السلسلة اللي عندي مع الراس مع الكام بلطية اللي موجودة، ونحطه كله مع بعضه كده في الحلة، ونسيبه لما يستوي تماما زي الفل لمدة 7 8 دقايق 10 دقايق على حسب نوع السمك اللي معايا. هنا مش هياخد سوا ده بلطي وايه. هنا بقى فلفل اسمر، سنة كمون صغيرة، سنة شطة صغيرة، وملح، البهارات. بعد السمك ما يستوي معايا هبدأ أبهر
ليه بقى في الاخر؟ عشان طبعا انا حاطط سنة كمون صغيرة ما تمررش معايا. اللي بيخلي الصيادية بتاعتي تمرر هو ان البصلة بتتحرق زيادة، بتبقى سودة يعني. وحاجة تانية، في ناس بتحط كمون، هقول لك لا، الصيادية بتاخد ملح، فلفل اسمر، سنة بسيطة شطة، وسنة بسيطة كمون، سهلة قوي كده عشان ما تمررش معايا. وادي لها تقليبة اهو عشان ما تبقاش زفرة، خلي بالكم ما تغطوش الحلة. وابدأ بقى اخدها في صبيرة اهو. وهو ده لون شوربة الصيادية المطلوب، بني غامق. طيب لو عملنا الشوربة يا شيف رضا وبعد ما بهرنا كده جينا ندوقها لقيناها ممررة، وطبعا اكيد السبب هيكون الايه؟ البصلاية زادت مننا بقت سودة حبتين. هنعمل ايه؟ بعد ما نبهر وندوق لقينا سنة مرارة، هنحط شوية سكر هتتعالج معانا، ونغرفها بقى في البولة بألف هنا وشفا ليكم في برد الشتاء. ده العلاج وده الحل. بالبخار وهو طالع، السخونية مع البخار مع اللون ونوعية السمك نفسه اللي احنا اخترناه قيمة غذائية عالية جدا في ايام الشتاء والبرد كده، حاجة تدفي. بص كده قرب، ناقص الايه؟ الليمونة. مش هننسى الليمون يا جماعة في الشوربة، سواء كانت صيادية او ايه او شوربة بيضة. بص بص قرب، الله يا سلام على الجمال وعلى المشهد، حاجة حلوة قوي. شوية سلطة بلدي وبولة شوربة بألف هنا وشفا ليكم للي يجرب الطريقة ديت. منتظر رأيكم في التعليقات، وشاركوا الفيديو للغير، خلوا كل الناس تستفيد عشان ما نضيعش السمك بتاعنا كله كده في الايه، ايوه نستفيد منه بالسلسلة والراس. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات قادمة. دمتم في امان الله، سلام عليكم.